من أول ما شافني وهو بيغير عليَّ، أنا عمري ما كنت متخيلة إن ممكن حد يدخل حياتي ويغيّر كل حاجة فيها بالسرعة دي، لحد ما قابلته. كان يوم عادي جدًا، زحمة وشوارع مليانة ناس، وأنا ماشية وأنا سرحانة في حاجات كتير، لحد ما خبطت في حد قدامي. رفعت عيني بسرعة وقُلت آسفة ما خدتش بالي. سمعت صوته وهو بيضحك، واضح إنِك ما بتاخديش بالِك من الطريق خالص. بصيت له بغيظ وقُلت ولا أنت ما بتعرفش تمشي من غير ما تقف في طريق الناس؟ ضحك أكتر، والغريب إني رغم إني كنت متضايقة ابتسمت. قال أنا آدم. قُلت له وماله يعني؟ ضحك وقال ولا حاجة، بس حبيت أعرفك بنفسي. مش عارفة ليه حسيت إن في حاجة مختلفة، طريقته، ابتسامته، حتى نظرته اللي كانت فيها ثقة غريبة. عدت الأيام وبالصدفة بقينا بنتقابل كتير، مرة في كافيه، مرة في شارع، ومرة وأنا محتاجة مساعدة لقيته أول واحد واقف جنبي. آدم كان من النوع اللي بيبان بارد، بس لما تقربي منه تكتشفي إن أحن شخص في الدنيا ممكن تقابليه. كان دايما يقولي أنت غريبة قوي، أقوله ليه يعني؟ يرد عشان كل الناس بتحاول تبان أحسن من حقيقتها، انت الوحيدة اللي بتتصرفي زي ما انتي. كنت باضحك وأقول له وأنت بقى فاهمني أوي كده؟ يقرب ويقول لي يمكن أكتر ما أنتِ فاهمة نفسِك. ومع الوقت بدأت ألاحظ حاجة، آدم كان بيغير. لو حد كلمني يفضل ساكت ويبص، أقول له مالك؟ يقول لي ولا حاجة. أضحك لأ في حاجة، وشك بيقول إنك متخانق مع الدنيا. يقول لي مش باحب حد ياخد اهتمامك مني. كنت أضحك وأقول له أنت غيران؟ يرد بسرعة أنا مستحيل. وأضحك أكتر، آدم أنت أكتر واحد غيران شُفته في حياتي. يسكت شوية وبعدين يقول ما هو لو حد يبقى غالي عليكِ طبيعي أخاف أخسره. الكلمة دي فضلت في دماغي طول الليل، لأول مرة أحس إن في حد شايفني مش مجرد شخص عادي، حد شايف تفاصيل صغيرة محدش واخد باله منها. بس اللي مكنتش أعرفه إن الحب اللي بدأ بهدوء ده كان لسه مخبي لنا حكايات كتير، مغامرات، مواقف، ضحك، زعل وغيرة هتخلينا نعرف إذا كان اللي بينا ده حب بجد ولا مجرد لحظات وعدت. من بعد اليوم ده أنا وآدم بقينا قريبين أكتر. بقى وجوده في يومي حاجة عادية، لدرجة إني بقيت مستغربة اليوم اللي يعدي من غير ما أسمع صوته. كان دايمًا يبدأ كلامه بطريقة مستفزة، أنتِ فين؟ أقول له هو تحقيق والّا إيه؟ يضحك ويقول لأ بس باحب أعرف أخبارِك. أرد عليه أخبارِك إيه ده؟ أنا مشروع مهم عندك والّا إيه؟ يسكت لحظة ويقول أنتِ أهم من كده بكتير. الكلام منه كان بسيط بس كان بيفضل معايا طول اليوم. في مرة كنا قاعدين في كافيه وكان في واحد أعرفه جه يسلم عليَّ وقعد يكلمني شوية. لاحظت إن آدم ساكت بطريقة غريبة، بصيت له وقلت له مالك؟ قال هو بيبص بعيد ما فيش. ضحكت آدم أنت لما بتقول ما فيش باعرف إن في مصيبة. قال هو مين ده؟ قلت واحد صاحبي. رفع حاجبه وقال صاحبك؟ قلت وانا بضحك في مشكلة. سكت شوية وبعدين قال لا مفيش مشكلة بس مش بحب حد يقرب منك قوي. ابتسمت وقلت انت فاكر نفسك ايه بقى؟ بص وقال واحد بيغير على حد مهم بالنسبة له. الكلمة دي خلتني سكت. حسيت لأول مرة ان مش بيغير عشان يتحكم فيا، هو بس خايف يخسرني. بعدها بأيام قررنا نعمل يوم مختلف. قال لي جاهزة للمغامرة؟ ضحكت مغامرة ايه؟ انت هتوديني فين؟ قال مكان هتحبيه. ركبنا العربية وفضلت أسأله رايحة فين، وهو يضحك ممنوع أسئلة. وصلنا مكان هادي بعيد عن الزحمة، منظر جميل والهدوء مختلف. بصيت حواليا وقلت المكان ده تحفة. قال كنت عارف انه هيعجبك. استغربت ازاي؟ قال عشان بقيت اعرف الحاجات اللي بتفرحك. ابتسمت انت حافظني بقى؟ قال محدش حافظك، انا مهتم بيكي اكتر من اي حد. فضلنا نتكلم بالساعات عن احلامنا، عن الحاجات اللي بنخاف منها، وعن المستقبل. وقبل ما نمشي بصلي وقال تعرفي اكتر حاجة مخوفاني؟ قلت ايه؟ قال اني اتعود عليكي وبعدين اخسرك. قلبي اتخبط من كلامه بس حاولت اخبي ابتسامتي وقلت مين قالك اني هسيبك؟ ابتسم وقال ولا حد بس انا بحب اطمن. وفي اللحظة دي فهمت ان آدم مش بس شخص دخل حياتي، آدم بقى الشخص اللي وجوده بيفرق معايا. لكن اللي ما كنتش اعرفه ان الغيرة اللي كانت بتضحكنا هتعمل بينا اول خناقة حقيقية. عدت الايام وكل حاجة بيني وبينه كانت ماشية حلوة قوي. كنا بنتخانق على حاجات صغيرة ونرجع نضحك كأن الزعل بينا عمره ما كان بيطول. بس في يوم حصل موقف غير كل حاجة. كنت قاعدة مع أصحابي وبالصدفة قابلنا زميل قديم. قعدنا نتكلم ونضحك شوية، الموضوع كان عادي جدا بالنسبة لي. لكن آدم شافنا لما قابلني بعدها كان هادي زيادة عن اللزوم، وده أكتر حاجة كانت بتخوفني فيه. قلت له مالك؟ قال ولا حاجة. قلت له آدم بلاش الطريقة دي أنا عارفاك. بصلي وقال انت كنت مبسوطة قوي وانت بتتكلمي معاه. استغربت معاه هو مين ده؟ قال الشخص اللي كنت قاعدة معاه. ضحكت ده زميلي قديم يا آدم. رد أنا مش مرتاح. قلت له مش مفيش حاجة ما بينا والله، مش كل حاجة في الدنيا سببها الغيرة. سكت شوية وبعدين قال أنا بس بخاف. الكلمة دي هدتني شوية بس برضو كنت متضايقة. قلت الخوف حاجة وإنك تشك فيا حاجة تانية. سكت وحسيت إنه فهمني وإن فهم إني متضايقة. بعدها مشي وأنا فضلت طول الليل بفكر. كنت زعلانة بس في نفس الوقت كنت عارفة إن غيرته جاية من مكان هو مش قادر يسيطر عليه. تاني يوم لقيته مستنيني. قال ممكن نتكلم؟ قلت اتفضل. قال انا غلط. استغربت لانه نادرا لما يعترف بسرعه. كمل انا عارف انك مدياني ثقتك ومش عايزه اخلي غيرتي تضايقك، بس انتي بقيتي مهمه عندي وده بيخليني ساعات اخاف زياده. ابتسمت وقلت وانا كمان مش عايزاك تزعل بس عايزاك تثق فيا. هز راسه وقال وعد. ضحكت وعد ايه؟
قال إني هاحاول أقلل غيرتي. ضحكت. تحاول بس؟ ضحك وقال: ما هو صعب، انتي السبب. قلت: أنا السبب؟ قال: اه، عشان انتي الوحيدة اللي قدرتي تلخبطيني وتلخبطي حياتي. ضحكت رغم إني كنت لسه زعلانة. من اليوم ده بقينا نتعلم حاجات كتير جديدة، إن الحب مش بس كلام حلو وخروجات، الحب كمان إنك تعرف تفهم اللي قدامك وتختار ترجع له حتى بعد الزعل. بس في نفس الوقت كان في سر آدم مخبيه عني، سر هيغير نظرتي لكل حاجة. بعد ما رجعنا زي الأول حسيت إن آدم بقى أقرب ليا أكتر، بقى يحكيلي تفاصيل يومه ويستنى رأيي في كل حاجة، حتى الحاجات الصغيرة اللي ما كانتش مهمة بالنسبة له. بس كان في حاجة مقلقاني. آدم ساعات بيسرح فجأة وكأنه شايل حاجة في قلبه ومش عايز يقولها. في مرة كنا قاعدين بنتكلم قلت له: انت في حاجة مخبيها عني؟ بصلي باستغراب وقال لي: ليه بتقولي كده؟ قلت: عشان حاسة انك ساعات بتبعد وانت قاعد معايا. سكت شوية وبعدها ابتسم ابتسامة صغيرة وقال: انت بتلاحظي كل حاجة. ضحكت عشان بقيت اعرفك اكتر من نفسك. فضل ساكت وبعدها قال: في حاجات حصلت لي خلتني اخاف اثق في الناس بسهولة. قربت منه وقلت: طب احكيلي. اخد نفس طويل وقال: زمان كنت فاكر ان اي حد بيقرب منك اكيد هيكون موجود، بس اكتشفت ان مش كل الناس بتفضل. حسيت من صوته انه بيتكلم عن وجع قديم عنده. قلت له: بس انا مش اي حد. بصلي وقال: عارفة ايه اكتر حاجة بحبها فيكي؟ قلت له: ايه؟ قال: انك مش بتحاولي تغيريني، انت بس بتحاولي تفهميني. ابتسمت وقلت: عشان اللي بيحب حد بجد مش بيحاول يمسحه ويعمل نسخة تانية منه. ضحك وقال: عشان كده انا متعلق بيك. اليوم ده كان مختلف، حسيت ان المسافة اللي كانت بينا اختفت. بقينا نخرج ونضحك اكتر وكل يوم كان بيحصل موقف جديد. مرة اتخانقنا على فيلم هنشوفه وكل واحد فينا كان مصمم على رأيه. قلت له: انت عنيد. وهو قال لي: وانت اكتر. قلت له: انا؟ ضحك: اه، بس عنادك ده بيضحكني. وفي اخر اليوم قال: تعرفي ان اجمل حاجة فينا اننا مختلفين؟ قلت له: ازاي؟ قال: عشان كل واحد فينا بيكمل التاني. ابتسمت بس وانا ببص له حسيت ان في حاجة اكبر جاية، لان الحب لما يكبر بيبدأ يختبر اصحابه، وكان الاختبار الجاي هيخلينا اعرف قد ايه ادم فعلا متمسك بيا. مرت ايام وانا وادم بقينا اقرب من اي وقت فات. بقى بينا تفاصيل صغيرة محدش يعرفها غيرنا، ضحك على كل كلمة أو على كلمة معينة، نظرة نفهم بيها بعضنا، ومواقف كتير تخلينا نحس إننا بقينا شخص واحد. لكن في يوم كل حاجة اتغيرت. كنت مستنية آدم يكلمني زي عادته، بس اليوم ده عدى من غير ما اسمع صوته. قلت لنفسي يمكن مشغول. عدى وقت أكتر وبرضه مفيش رسالة ولا مكالمة. بدأت أقلق، مش عشان هو اختفى يوم، لكن عشان آدم عمره ما كان بيعمل كده. تاني يوم قابلته لقيته هادي. قلت له: آدم في ايه؟ قال: مفيش. بصيت له وقلت: رجعنا تاني لكلمة مفيش. ابتسم ابتسامة صغيرة بس عينه كانت مشغولة. قلت له: انت لما بتسكت كده بتخليني احس اني بعيدة عنك. سكت شوية وبعدين قال: انا كنت محتاجة افكر. اتضايقت. تفكر في ايه؟ قال: في كل حاجة فينا. الكلمة دي خوفتني. قلت: يعني ايه فينا؟ بصلي وقال: يعني عايزة اتأكد ان اللي بينا قوي فعلا وقوي كفاية ان احنا نكمل مع بعض. زعلت مش من كلامه، من احساسي انه بيختبر حاجة انا كنت عايشاها بكل قلبي. قلت: ادم الحب مش امتحان. فضل ساكت. كملت: لو كل واحد فينا كل ما يخاف يبعد شوية عمرنا ما هنطمن لبعض. بص للأرض وبعد لحظة قال: عندك حق. قرب وقال: أنا آسف. قلت: أنا مش زعلانة عشانك ولا زعلانة عشان بعدت، أنا زعلانة عشانك انت فكرت اني ممكن اسيبك بسهولة. رفع عينه وقال: انت مش عارفة مكانتك عندي. ابتسمت: طب فهمني. قال: انت بقيت الشخص اللي لما بيحصل لي حاجة اول حد بفكر احكي له هو انت. الكلام ده هدى كل حاجة. وفي اليوم ده اتعلمنا ان اقوى العلاقات مش اللي عمرها ما بتزعل، لا، لكن اللي كل مرة بتختبر بعض وبترجع لبعض في الآخر. بس اللي ما كنتش أعرفه إن الأيام اللي جاية هتحمل لنا مفاجأة كبيرة جدا. مفاجأة هتخلي آدم يثبت لي إن حبه ده مش مجرد كلام. بعد اليوم اللي اتكلمنا فيه حسيت ان ادم اتغير، مش لانه بقى شخص تاني، بالعكس بقى اقرب واوضح. بقى لما يزعل يقول ولما يخاف يتكلم بدل ما يقفل على نفسه. وفي يوم صحيت لقيت منه رسالة: البسي حاجة مريحة، عندي مكان عايزة اوريهولك. ضحكت وانا بقرا الرسالة وقلت: هو كل يوم عندك مفاجأة؟ رد بسرعة: طبعا، عشان اشوف ضحكتك. ابتسمت غصب عني ورحت قابلته، وكان واقف مستنيني ووشه كله فرح. قلت له: ايه الحكاية؟ قال لي: استني بس. مشينا شوية لحد ما وصلنا مكان هادي وجميل، في منظر يخلي الواحد ينسى الدنيا كلها. بصيت حواليا وقلت: انت جبتني هنا ليه؟ قال: عشان افكرك بحاجة. استغربت. قلت له: حاجة ايه؟ قال: فاكرة اول مرة قلتلي انك بتحبي الاماكن الهادية؟ ابتسمت وقلت له: فاكرة. ضحك. قال: انا فاكر كل حاجة بتخصك. سكت شوية وبعدين قال: انا عارف ان غيرتي ساعات بتضايقك وعارف اني مش كامل، بس عايزك تعرفي ان وجودك في حياتي خلاني احاول ابقى احسن. الكلام لمس قلبي. قلت له: وانا كمان مش كاملة. قال: بس بالنسبة لي انت كفاية. ضحكت عشان اخبي كسوفي ان انت بقيت بتعرف تقول كلام حلو اهو.
قال من يوم ما عرفتك وانا بتعلم. فضلنا نضحك ونتكلم لحد ما فجأة جاله اتصال. بص للموبايل اتغيرت ملامحه. سألته في حاجة؟ قال لا مفيش. بصيت له بجدية. آدم اتنهد وقال في موضوع لازم احكي لك عليه. حسيت ان نبرة صوته مختلفة. قلت له احكي. سكت لحظة وبعدين قال في حاجة حصلت قبل ما اعرفك وحاسس ان لازم تعرفيها مني. قلبي بدأ يدق بسرعة، مش عشان خايفة من الماضي لكن عشان عرفت ان الكلام اللي جاي ممكن يغير حاجات كتير بينا. فضلت ساكتة وانا مستنية ادم يتكلم، كان باين عليه انه بيفكر يقول الكلام ازاي. قلت له ادم اتكلم انا سامعاك. بص لي وقال قبل ما اعرفك كنت شخص مختلف. سكت شوية وكمل كنت قافل على نفسي ومش بثق في حد، حصلت حاجات خلتني اخاف اقرب من اي حد. قلت له ده ليه علاقة بينا؟ هز راسه. لا، بس ليه علاقة بالطريقة اللي بقيت بتعامل بيها. كمل. انا كنت دايما فاكر ان لو حبيت حد هخسره، عشان كده كنت ببعد قبل ما اتعلق. بصيت له وقلت بس انا حسيت انك ساعات بتعمل كده. ابتسم بحزن. عارف، وعشان كده كنت لازم احكي لك. فضل يحكي لي عن خوفه وعن انه كان محتاج وقت عشان يتعلم يثق في اي حد او يثق في اي حد تاني. قلت له ادم كل واحد فينا عنده حاجات وجعته، بس المهم مين الشخص اللي بيخلينا ننسى الوجع ده. بصلي وقال انت الشخص ده. سكتنا شوية وكان الهدوء بينا مريح. بعدها رجعنا نضحك زي الأول وكأن الكلام ده كان باب واتفتح بينا. بس في نفس الوقت بدأت ألاحظ حاجات جديدة. أدم بقى أكتر تمسك بيا. لو اتأخرت في الرد يسأل طمنين عليكي، لو حس إني زعلانة يقول قوليلي في إيه، ما تخليش حاجة بينا. وفي يوم خرجنا نتمشى وقابلنا ناس كتير. كان ماشي جنبي وفجأة قال تعرفي إنك أول حد حسيت معاه إني على طبيعتي. ضحكت. يعني كنت بتمثل قبل كده؟ قال لأ، كنت بحاول أبين إن قوي. قلت له طلعت مش قوي فعلا، مش قوي في الاخر. معلش يا جماعه انا تعبت فعلا، اوعوا تنسوا تحطوا لايك وتقدروا بقى التعب ده. المهم ضحك وقال طلعت ضعيف قدامك. ضحكت. قلت له ضعيف؟ قال اه، عشان كلمه منك تفرحني وكلمه منك تزعلني. ابتسمت وانا ببصله وفهمت ان الحب مش انك تلاقي شخص كامل. الحب انك تلاقي شخص مستعد يحاول عشانك. لكن اللي حصل بعد كده كان اول موقف هيخليني غار انا كمان، والاول مره ادم هيشوف غيرتي. عمري ما كنت متخيله ان ممكن اغار على ادم بالشكل ده. كنت دايما اضحك عليه لما يغير واقوله انت مكبر الموضوع قوي، بس اليوم ده فهمت احساسه. كنا قاعدين في مكان هادي وفجاه جت بنت تعرف ادم وسلمت عليه بحراره. ابتسم وقال ازيك، بقالنا كتير ما تقابلناش. انا فضلت ساكته بس جوايا كان في حاجه مضايقاني، مش عشان هي سلمت عليه لكن عشان طريقته وهو بيتكلم معاها كانت مختلفه. بعد ما مشيت ادم بصلي وقال مالك. قلت له بسرعه مفيش. ضحك. اهو انت كمان بقيتي بتقولي مفيش. بصيت له بغيظ عادي يعني. ضحك اكتر. انت غيرانه؟ قلت له انا لا طبعا. قال واضح جدا. قلت له ماشي غيرانه شويه. ابتسم وكأن كان مستمتع انه اخيرا شافني مكانه. قلت له ما تضحكش انا مش متعوده على الاحساس ده. قال بهدوء دلوقتي عرفتي ان انا كمان كنت بحس بيه. سكت. كمل بس الفرق اني انا عايزك تثقي فيا زي ما انا بثق فيكي. بصيت له وقلت انا بثق فيك. قال لي يبقى ما تخليش الغيره تخوفك. ابتسمت. بس ما تقوليش انك مبسوطه اني غيرتي. ضحك. بالعكس مبسوط انك انتي حسيتي بنفس الاحساس اللي انا حسيته. ضحكت. يعني بتنتقم مني؟ قال لا، بس عرفت انك مهتمه بيا. مشينا سوا وفضلنا نضحك على الموضوع وفي اخر اليوم قال تعرفي اجمل حاجه حصلت النهارده؟ قلت له ايه؟ قال انك لاول مره وريتيني انك ممكن تخافي تخسريني. ابتسمت. قلت له وانت؟ قال انا بخاف من ده كل يوم. بصيت له وسكت لان اوقات الكلام بيبقى اقل من الاحساس. لكن اللي جاي كان مختلف لان المره دي مش هتكون غيره ولا زعل بسيط، المره دي هتكون مغامره هتخلينا نكتشف قد ايه احنا متمسكين ببعض. في يوم صحيت على رساله من ادم جهزي نفسك النهارده مفيش كلام كتير، في مفاجاه. ضحكت وانا برد عليه انت بتحب المفاجآت قوي. رد عشان بحب اشوفك فرحانه. قابلته وكان باين عليه الحماس. قلت له ها رايحين فين المره دي؟ قال مش هقول. قلت ادم انا مش بحب الغموض. ضحك وانا بحب اشوف فضولك. فضلنا ماشيين وكل شويه اساله وصلنا يقول لسه، لحد ما وصلنا مكان مليان حركه وضحك. بصيت حواليا وقلت انت جبتني هنا ليه؟ قال عشان نعمل يوم عادي بس مش مع بعض. ابتسمت لان اكتر حاجه كانت بتفرحني ان ادم كان بيعرف يخلي ابسط اللحظات مميزه. قعدنا نضحك ونتكلم عن حاجات ملهاش لازمه ونتحدى بعض في حاجات صغيره. قلت له ادم انت بتخسر كتير. قال عشان بسيبك تكسبي وانا بحب كده. ضحكت وقلت له انت كذاب. قال لا بس بحب اشوفك مبسوطه. في وسط اليوم حصل موقف خلانا نضحك جامد، ولاول مره حسيت ان علاقتنا بقت خفيفه ما فيهاش خوف ولا قلق. لكن واحنا راجعين ادم كان ساكت. قلت له ايه سرحت تاني؟ ابتسم وقال كنت بفكر. قلت له في ايه؟ قال في ان زمان كنت فاكر ان الحب وجع. سكت لحظه وكمل بس طلعت المشكله مش في الحب، المشكله في الشخص اللي معاه. ابتسمت يعني انا الشخص الصح؟ بص وقال لي انت الشخص اللي خلاني اغير رايي. الكلام فرحني بس قبل ما ارد موبايله رن. بص للشاشه وسكت. قلت مين؟ قفل الموبايل وقال مفيش.
ضحكت. آدم رجعنا تاني. ابتسم بس المرة دي كان واضح ان في حاجة فعلا. قال في موضوع لازم ارتبه الاول. بصيت له وقلت انا مش عايزة اسرار بينا. هز راسه وقال وعد هتعرفي كل حاجة. بس جوايا حسيت ان المكالمة دي هتفتح باب جديد في حكايتنا، باب فيه قرارات صعبة ومشاعر اقوى. فضلت طول الليل بفكر في المكالمة اللي خلت وش ادم يتغير فجأة. انا عارفة ان ادم كويس، عارفة ضحكته وعارفة سكوته وعارفة لما يكون في حاجة مضايقاه حتى لو حاول يخبي. تاني يوم لما قابلته كان اول ما شافني ابتسم. قال وحشتيني. ابتسمت بس قلت له ادم في حاجه. بصلي وقال عارف. قلت طب ليه ساكت؟ اخد نفس طويل وقال عشان كنت بحاول ارتب الكلام. قعدنا سوا وقال المكالمه اللي جت امبارح كانت من شخص من الماضي. سكت شويه وانا مستنيه يكمل. قال حد كنت اعرفه زمان وظهر فجاه. قلت وليه الموضوع ده مضايقك؟ قال عشان انا مش عايز اي حاجه قديمه تاثر على اللي بينا دلوقتي. بصيت له وقلت ادم انا مش خايفه من الماضي، انا بخاف من الحاجات اللي بتستخبى. هز راسه وقال وعشان كده انا بحكي لك. الكلمه دي ريحتني، لان اكتر حاجة كنت محتاجاها منه مش ان هو يكون من غير ماضي، كنت محتاجة احس انه اختارني انا. قال عارفة ايه اكتر حاجة اتعلمتها منك؟ قلت ايه؟ قال ان الشخص اللي بيحبك بجد مش بيجبرك تثق فيه، وهو يخليك تثق فيه بافعاله. ابتسمت وقلت اتعلمت بسرعة اهو. ضحك عشان المعاملة كانت شديدة. ضحكت ورجعنا نهزر تاني زي زمان. وفي الأيام اللي بعدها قرر آدم يعمل حاجة جديدة. قال عايزين نعمل حاجة عمرنا ما عملناها. قلت له ايه؟ قال نسافر يومين ونغير جو. فرحت بالفكرة لأننا كنا محتاجين نهرب من الروتين. وفي الطريق كان طول الوقت بيهزر معايا وانا اضحك عليه. قلت له انت مش بتبطل كلام. قال عشان لما بسكت بتقلقي. ضحكت فعلا. بصلي وقال خليكي فاكرة وخليكي عارفة حاجة، انا مش بوعدك ان حياتنا هتكون من غير مشاكل. سكت شوية وكمل. سكت شوية وكمل بس اوعدك ان كل مرة هختارك. الكلمة دي فضلت في قلبي، لكن وانا فاكرة ان كل حاجة بقت هادية. ظهر موقف جديد، موقف خلاني اشوف جانب تاني من ادم، جانب ما كنتش اعرفه. مرت الايام وكل يوم كان بيأكد لي ان ادم مش مجرد شخص دخل حياتي وعد، كان الشخص اللي علمني ان الحب مش بالكلام الكتير، الحب بالمواقف. في السفر اللي عملناه حصلت بينا مواقف كتير، ضحكنا اختلفنا على حاجات صغيرة وتصالحنا اسرع من اي وقت. في ليلة كنا قاعدين بنتكلم ادم وصلي وقال فاكرة اول مرة اتقابلنا؟ ضحكت. اليوم اللي خبطت فيك؟ ضحك. ايوه، يوم ما كنتش اعرف ان البنت اللي اتخانقت معايا هتبقى اهم شخص في حياتي. قلت له وانا ما كنتش اعرف ان الشخص اللي استفزني ده هيبقى اكتر حد فهمه. سكت شويه وبعدين قال انا اتغيرت بسببك. قلت له وانا كمان. بصلي وقال زمان كنت بخاف اخسر اي حد يقرب مني، دلوقتي بقيت بخاف بس ان انا اخسرك انت. ابتسمت وقلت بس ما تنساش الحب ثقه. هز راسه واتعلمت، وانا اتعلمت اثق فيكي. بعد فتره بقينا نعرف نتعامل مع كل حاجه، لما نزعل ونتكلم، لما نغير ولما نغير ونضحك، ولما نخاف ونطمن على بعض. عرفت ان الغيرة لو زادت ممكن تتعبنا، وان الحب الحقيقي مش معناه اننا نملك بعض، معناه اننا نختار بعض كل يوم. وفي يوم وقف ادم قدامي وقال عندي سؤال. ضحكت وقلت له ايه؟ قال لو رجعنا لاول يوم وشفت الشخص اللي خبط فيكي كنت هتديله فرصة؟ فكرت شوية وبعدين قلت يمكن كنت هزعل منه برضه. ضحك وقال لي ايه؟ ليه؟ قلت له عشان كان لازم يخليني اعرفه اسرع. ضحك وقرب وقال يعني هتختاريني تاني؟ ابتسمت. قلت له كل مرة هختارك. وفي اللحظة دي فهمت ان اجمل القصص مش اللي ما فيهاش مشاكل، اجمل القصص هي الاتنين يفضلوا ماسكين في بعض رغم كل حاجة، لان في الاخر مش مهم مين دخل حياتك الاول، المهم مين اختار يفضل معاك. وهنا تمت القصة على خير، القصة كانت جميلة جدا وممتعة. يا رب تكون عجبتكم القصة. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا عندي في القناة عشان القصص الجاية كلها حماس ان شاء الله. واكتبوا لي في الكومنتات محتاجين قصص عن ايه. سلام.